كان نفسي اقولك ان اللي حصل ده مش مهزلة، وكان نفسي اقولك ان اللي حصل في ماتش امبارح مع انبي ده مش فضيحة ومفاجأة صادمة. حتى لو كنا بنلعب بالناشئين، حتى لو كنا بنلعب بالاحتياطي، حتى لو قلنا كل المبررات اللي في الدنيا، اللي حصل امبارح ده مش منطقي ومش طبيعي انه يحصل. ومش طبيعي ان الاهلي يتغلب من انبي حتى لو جايب 11 لاعب من الشارع وملبسهم التيشيرت. ده اللي احنا نعرفه عن النادي الاهلي، وده اللي احنا متربيين عليه في النادي الاهلي. اهلا بيكم، انا اكرم مفتاح من منصة الاهلي لايف. والنهاردة هقول لكم الملخص المفيد وتحليل كده، يعني مش هتسمعه في حتة تانية، عن مباراة الاهلي وانبي امبارح. هنتكلم عن اسباب الخسارة، هنقسم اللعيبة ما بين لعيبة مصابة، ما بين يعني او لعيبة عائدة من الاصابة، ما بين لعيبة كان نفسها تشارك، وما بين لعيبة شباب، وما بين لعيبة اصلا دايما بتشارك. وخليني اصدمك واقولك ان امبارح الاهلي للاسف لعب ب70% من قوامه الاساسي. يعني الاهلي كده كده امبارح لعب تقريبا على مدار المباراة ب70% من قوامه الاساسي. فتخيل يا مؤمن لما يبقى القوام الاساسي للنادي الاهلي هو القوام اللي احنا شفناه امبارح ده. فخلينا نبدأ. ما تنسوش الصلاة على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، وطبعا تقولوا لي رأيكم في الكومنتات وتجاوبوني على الأسئلة اللي هنتكلم فيها على مدار الحلقة. أول نقطة هتكلم معاكم فيها وهي اللاعبين العائدين من الإصابة. عندك علي معلول، عندك يحيى عطية الله، عندك ياسر ابراهيم. هم دول الثلاث لعيبه تقريبا اللي راجعين من اصابات وكانوا امبارح موجودين في الملعب. ويعني وممكن نضيف عليهم قفشه، رغم ان اصابه قفشه يعني مش كبيره. اصابه قفشه قعد تقريبا بتاع شهر بس اللي مش موجود، وبعد كده كان موجود وبيلعب مع الفريق عادي. عندك بقى لعيبه تانية شاركت امبارح دايما بتصيح عشان تشارك: عمر الساعي، قفشه طبعا، عمر كمال عبد الواحد، وعمرو السولية، ونقول اكرم توفيق. بس اكرم توفيق كده كده يعتبر خلاص ما بقاش على ذمة النادي، يعني فهو حتى مش يعني مش محطوط في الحسبان بتاعنا. يعني مش اللاعب اللي يستحق او يستاهل ان احنا نتكلم عليه، رغم ان انا في اللايف بتاعت امبارح اكدت ان هو كان بيلعب برجولة وكل حاجة، بس برضو الاستاذ معرفش يعمل تغطية تسلل صح وغطى على اللاعب بتاع انبي وهو بيجيب فينا الجون. وعندنا اللعيبه اللي بتشارك بشكل اساسي: احمد رضا، اكرم توفيق، كريم ندفد، وخالد عبد الفتاح. التلاتة التانيين دول ممكن يعني ماتش اساسي وماتش احتياطي، بس غالبا بيلعبوا معظم المباريات، فدول لعيبه اساسيين على قيد النادي الاهلي. او خلينا نقول ان هم ايه، دول الدكه الاساسيه اللي بتشارك في كل المباريات. واحد زي احمد رضا ده بيلعب اساسي، ده لاعب اساسي ماتش الزمالك اللي فات ولاعب الماتش اللي بعده. احمد رضا بقى لاعب اساسي في تشكيل النادي الاهلي. بعد كده بقى بيجي عندك اللعيبه الشباب او اللعيبه المتصاعدين: حمزه علاء يعني ما يعتبرش لاعب شاب قوي لان هو كده كده دايما موجود في القائمه بتاعه النادي الاهلي، بس بما انه ما بيلعبش فهنعتبره من اللعيبه الشباب. بعد كده عندك سمير محمد، بعد كده عندك محمد زعلوك، بعد كده عندك حسام عادل. اربع لعيبه شباب. يعني انا امبارح اربع لعيبه شباب بس هم اللي شاركوا. طب والباقي سبعة، السبعة دول في القوام الأساسي أو في الدكة الأساسية بتاعة النادي الأهلي. سبعة، ولما عملت تغييرات نزلت اتنين من القوام الأساسي بتاعي. وهنا ياخدنا الكلام بقى لإيه؟ لكابتن سامي قمصان. سامي قمصان عمل إيه في المباراة بتاعة امبارح؟ امبارح شفنا معركة من العك والإسفاف والجحد الكروي. يعني ده ما ينفعش يتقال عليه ان ده كان كورة، ده كان حاجة كده استغفر الله العظيم. يعني انا كنت نايم وتعبان وصحيت اتفرجت على الماتش للأسف. يعني انا للأسف صحيت اتفرجت على الماتش عشان اشوف اللا شيء. تخيل يا مؤمن ان النادي الاهلي في 90 دقيقة على انبي ما شاطش غير كرة واحدة بس، والكرة دي في الدقيقة كام؟ في الدقيقة 80، بعد ما علي معلول نزل لما عمل الكورة لقفشة. وطبعا ده خبطت في رجل المهاجم بتاعنا يعني الاستاذ سمير محمد. يعني الاستاذ سمير محمد كان بيدافع لهم وما اعتقدش في الدقيقة 80، ممكن في الدقيقة 70 ولا حاجة.
فين المهارات الفردية بتاعة لاعبي النادي الاهلي؟ فين مهارات التصويب؟ فين الرفعات؟ فين ان حد يشوط من بره منطقة الجزاء؟ فين الحلول الفردية؟ فين ان حد يعدي واحد على واحد؟ انا لو جبت فرقة مدرسة لعبت قدام انبي هتعمل اكتر من هجمة، هتشوط اكتر من شوطة، الماتش هيبقى فيه روح ورايح جاي اكتر من ماتش امبارح. فين التخطيط والتدريب يا كابتن سامي؟ عمو سامي، فين التخطيط والتدريب؟ انت بتدرب اللعيبة دي على ايه؟ اللعيبه دي بتتدرب على ايه؟ عايزين نفهم، محتاجين نفهم والله. انتوا بتدربوهم على ايه؟ طب انتوا فاهمين كوره اصلا؟ مفيش حد في الاهلي كله امبارح كان عارف يعمل باص صح. يعني انت متخيل فريق النادي الاهلي يا عم الاحتياطي، مدرسه الكوره بتاعت النادي الاهلي مش عارفه تباصي، مش عارفه ترفع، مش عارفه تشوط، ما عندهاش حلول فرديه، مش عارفه تعدي واحد على واحد. هتكرهونا في ام الكوره ليه بس؟ خلينا نروح بقى للاخطاء، يعني اللي هي ايه لا يغفل عنها انسان. يعني دي اخطاء اللي هو الف به كوره ما ينفعش مدرب يعملها، وهي توظيف اللاعبين. وانا عندي 3 لعيبه بس هتكلم عنهم. عمر كمال عبد الواحد هتلعبه جناح، وانت بتلعب بسمير محمد مهاجم، هتلعبه جناح ايه قول رد عليا. جناح شمال ليه؟ عشان عندك يحيى عطية الله في الملعب بيرفع، وانت بتلعب انبي فرقه بتنافس على الهبوط في الدوري. انت بتلعب انبي وبتلعب بيحيى عطية الله، يبقى عمر كمال يروح الناحيه اللي هناك عشان يلعب جناح شمال ويسند مع سمير، وخصوصا ان عمر كمال المفروض يعني انه بيعرف يشوط. ده عمر كمال. على الناحيه التانية انت طبعا حطيت مين كجناح يمين؟ حطيت عمر كمال. المفروض كان يتحط مين؟ او اللي لما لعب مره من ال3 مرات اللي انت لعبته فيهم كان كويس كجناح يمين، كان عمر الساعي. طب ما تلعبه جناح يمين؟ ليه تلعب عمر الساعي جناح شمال وتلعب عمر كمال جناح يمين؟ وانت المفروض ان انت عندك باك يمين اكرم توفيق اللي هو بيدافع كويس، وانت بتلعب انبي، وعندك الناحيه التانية يحيى عطية الله باك شمال كويس، وانت بتلعب انبي برضه. انت بتلعب انبي صباح الفل، وبتلعب بصانع العاب محمد مجدي قفشه. محمد مجدي قفشه انت لو جبت خشبه عصايه من العصيان بتاعه التدريب ووقفتها في نص الملعب واللعيبه بقت بتخبط فيها الكوره عشان تتباصى لحد تاني، اقسم بالله هتعمل اسيستات وهيبقى ليها دور اكتر منه. هو فالح بس انا مظلوم. اصل جايزة راجل المباراة ليها حسابات تانية، اصل اللعيبة اللي بتعمل ترندات، اصل اللعيبة اللي بتاخد اللقطة. طب انت اعمل اي حاجة يا عم، حل الام المرتب اللي انت بتاخده ده حرام عليك. انت فعلا مش صانع لعب، انت صانع ضحك، بس صانع ضحك علينا. يعني انت صانع ضحك علينا، انت بتضحك الفرق التانية وبتضحك جماهير الفرق التانية علينا، لان انت لاعب مش مركز في اي حاجة. وهنروح للعيبة اللي لسه مش مركزين، بس خلينا ننقل على موضوع تاني مهم، وهي اللعيبة اللي خلاص وقتها أزف ولازم تمشي من النادي الأهلي لأنها فعلا بقت عالة على الفرقة. فخلينا نبدأ بأول واحد وهو الأستاذ محمد مجدي قفشه. تاني واحد الأستاذ عمرو السولية. عمرو تاريخك كبير، ليك احترامك، كابتن من كباتن الفرقة، كل حاجة جميلة، بس أدائك ده ما ينفعش. ما كنتش حاسك في الملعب يا عم، يعني ما كنتش حاسك في الملعب، ومش عارف ازاي انا نسيته وما قلتكش في اسامي اللعيبه اللي بتشارك بشكل اساسي. يعني انت كده كده بتلعب، ادائك يبقى كده ليه؟ طبعا الاستاذ خالد عبد الفتاح، الاستاذ المبجل كريم ندفد، يعني كفايه قوي كده، والاستاذ يحيى عطية الله اللي جه لعب لي 4 ماتشات منهم ماتش كويس وبقيه الماتشات زي الزفت وبعد كده اتصاب. ماشي ماليش ان انا احكم عليه دلوقتي، بس والله يا جماعه الجواب بيبان من عنوانه. مفيش لعيب بيبقى مكسح وفجاه بينزل عليه السحر ويبان. يحيى عطية الله خد فرصته كاساسي كتير، ما ادانيش يعني ما ادانيش المردود. وعموما لسه معانا شهرين و3 شهور بنجرب، معانا شهرين، يعني معانا شهر 6 نشوف الاستاذ يحيى عطية الله، بس هو لازم يبقى في قائمة الناس اللي لازم تمشي. السادس اللي معانا الاستاذ ياسر ابراهيم، برضو راجع من اصابة، وياسر جرينتا وكل الكلام الجميل ده، بس يعني هو مش احسن من ايمن اشرف. يعني ايمن اشرف كان افضل بكتير من ياسر ابراهيم ومشي، فياسر ابراهيم يفضل قاعد بمناسبة ايه؟ فاللعيبة دي خلاص ما بقى لهاش مكان وما لهاش دور، وغير مؤثرة بالمرة مع النادي الاهلي، غير مؤثرين، عالة على الفرقة، فلوس على الفاضي،
فلوس على الفاضي وحرق دم للجماهير على الفاضي. طبعا السابع هو استاذ اكرم توفيق، بس كده كده استاذ اكرم ماشي، يعني كده كده استاذ اكرم ماشي، فملناش ان احنا نتكلم عنه. يعني الراجل كده كده اصلا ايه، خلاص رايح قطر. هو دلوقتي بيفكر في الوقرة وفي نادي قطر القطري وفي الدوري القطري، ويشوف لو هيلعب مع عبد القادر في الفرقة هيحتفلوا مع بعض ازاي. اكرم توفيق يعني ايه كده كده مش موجود، وانا للاسف عارف ان احنا بنلعبه عشان مفيش لعيب بديل يشارك مكانه. بس انا كان بالنسبه لي بدل ما تشارك 4 لعيبه من ناشئين كنت اخليهم 5 وما تلعبش اكرم توفيق، او لعب عمر كمال عبد الواحد في مكانه كباك يمين، وشوف اي لعيب من الناشئين، لعيب من مدرسه الكوره، لعبه جناح يمين او لعبه جناح شمال. عشان يعني انا مش عارف والله العظيم ليه كده. يعني احنا ليه بنعاني المعاناة دي؟ انت لعبت عمر كمال جناح يمين، قلنا لو هتلعب عمر كمال جناح يلعب جناح شمال. سبحان الله، بس هي ارزاق. يعني هي ارزاق، في ناس كده لا تفهم كورة ولا تعرف حاجة عنها، وبياخدوا مناصب في نادي القرن الافريقي وفي اكبر نادي في الشرق الاوسط. خلينا بقى نتكلم عن ايه اسباب الهزيمة اللي نتمنى ان الناس تاخد بالها منها، وان مدير الكورة والمدير الرياضي في النادي الاهلي يركزوا في اللي الناس صوتها اتنبح على السوشيال ميديا وهي بتقوله. اول حاجة لعيبة الاهلي افتتاحات وبرامج تلفزيون. رقم 2 كنافة وقطايف وخيم رمضانية. رقم 3 عدم احساس بالمسؤولية وعدم التزام. رقم 4 انا كده كده بقبض، وكده كده 3/4 اللعيبة اصلا ما بتلعبش كويس ومكملين فهي جت عليا. رقم 5 مشاكل في اوضه اللبس وانعدام للانضباط، وان اللعيبه دي مش حاسه بالجماهير ولا حاسه بروح الفانيلا الحمراء والاداره بتحميها. رقم 6 مفيش موقف صارم اتاخد ضد اي لعيب عامل مشكله مع الجماهير. اللعيبه اللي ما بتروحش تحتفل، اللعيبه اللي ما بتروحش تتكلم مع الجماهير، اللعيبه اللي بتعمل عقلها بعقل الجماهير وبتنسى هي بتقبض كام وبتلعب فين. وان الشهرة زي ما هي حلوة وفيها فلوس وبتطلعك في برامج وبتخليك تحضر افتتاحات وتركب عربيات وتشتري فيلل وتروح الساحل وتسافر وتلبس كويس، برضو ليها مساوئ. ومن مساوئها الضغوط الجماهيرية، ان الناس معتمدة عليك، ان الناس بتشتمك، ان الناس بتعلق عليك. مفيش حد بياخد كل حاجة كاملة، احنا مش في المدينة الفاضلة، وحضراتكم مش اللعيبة اصلا اللي تستاهل دعم. الحاجة السابعة بفكركوا بيها، هي مش نقطة بس بفكركوا بيها، الاهلي لعب بقوام اساسي، الاهلي ما لعبش بقوام من الشباب، الاهلي ما لعبش بفرقة احتياطي، الاهلي لعب ب7 لعيبة اساسيين بيشاركوا في معظم المباريات. 7 لعيبة اساسيين بيشاركوا دايما وبيتدربوا دايما وما عندهمش اصابات. 7 يعني فاضل لك 4 وتبقى بتلعب بالفرقة الكاملة. يعني هتجيب امام عاشور وهتجيب بن شرقي وحسين الشحات ووسام او جراديشار، او ممكن مثلا ما تجيبش يا عم امام عاشور وجيب مروان عطية. فريق الاهلي عادي، وطلع يا عم حمزة علاء ونزل مصطفى شوبير ولا الشناوي. تشكيل بتاعك اهو، تشكيلك. الحاجة التامنة اللي معانا وهي عدم وجود اي فكر او جمل تدريبية او تدريب على المهارات الاساسية للكورة. يعني انا مش بطلب من اللعيبة عندنا ان هي 1 يعدي 3 او 1 يعدي 2. انا عايز اللعيبة تعدي 1 على 1. انا عايز اللعيبة بتعرف تشوط، انا عايز اللعيبة بتعرف تباصي، انا عايز اللعيبة بتعرف ترفع الكورة. بس اعملوا دول يعني، دربوهم على ده يا اللي ما عندكمش دم، وشوفوا الاهلي هيبقى عامل ازاي. البيزكس، الاساسيات، اديني في الاساسيات، ابوس ايدك اديني في اساسيات الكوره اللي مش موجوده عند واحد فيكم. والله العظيم لو فرقه شباب بتلعب على الواقف لا هتلعب احسن من الاهلي امبارح. وفرقه شباب مش شباب الاهلي، لا فرقه شباب شبرا الخيمه مثلا، بيلعبوا كده على الواقف، بس بيلعبوا تقسيمه، بيسلموا الكره لبعض، بيسخنوا. لا هيبقى شكلهم قدام انبي احسن من شكل الاهلي امبارح. لعبنا مباراه انبي وشاركنا في كاس الرابطه ولا كاس عاصمه مصر، استفدنا ايه؟ ولا اي حاجه. المعلومه الوحيده اللي كده كده عندنا وعارفينها ومتاكدين منها ان الذهب لا يصدق. ان علي معلول الراجل نزل، حسينا احنا كان ناقصنا ايه الفتره اللي فاتت في الناحيه الشمال بس، واطمنا على واحد من اساطير النادي وكابتن من كباتن الفرقه، وقرار ان علي معلول يكمل وما يرحلش
كان قرار لا غنى عنه، وما كانش ينفع مجلس الإدارة يعمل أي حاجة تانية. كولر يمشي، علي معلول ما يمشيش. يعني كولر يمشي وعلي معلول ما يمشيش يا إدارة. يلا الحمد لله. يعني الواحد مش عايز يتكلم عن الإدارة، وكفاية حرق دم كده واحنا صايمين. اشوفكم على خير في فيديو جديد. انا اكرم مفتاح من منصة الاهلي لايف. ما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك وشير وكومنت، وتقولوا لي كده ارائكم في الكام حاجة اللي احنا اتكلمنا فيها. هل اللعيبة المفروض يمشوا من الاهلي دول انتوا شايفين برضو ان هم يمشوا ولا لا؟ هل الاسباب اللي قلناها للهزيمة هل شايفينها اسباب منطقية ولا عندكم اسباب تانية؟ يا ريت تسيبوا لي كومنتات. وما تنسوش الصلاة على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والتسليم. وما تنسوش الدعاء لأهلنا في غزة وفي فلسطين كلها وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي السودان وفي كل بقاع الأرض. اللهم آمين. أشوفكم على خير. رمضان كريم عليكم.